كده تمام. ايه الاخبار؟ معاكم مصطفى صاحب المغامره. نيجي النهارده نتعلم ازاي تدافع عن نفسك ضد الاسلحه. ثانيه معلش، الاسلحه هنا هي قصدي كل حاجه، سواء سكينه او عصايه او حتى مسدس. الحمد لله هنا في مصر مفيش حد بيمشي بمسدس، والا كان يتعامل معاه قانونيا، ولكن خدها يعني كخبره. يلا بينا. لا 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 نصها يا ليلي 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 يا ليل ليلي 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 لا ليلي لا ليلي يا ليلي يا ليل مش نيجي عند الصعب نقول لا 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 نصها. لو عندك الاختيار هتختار تختار السلاح؟ السلاح؟ لو جيت هسألك سؤال كده مثلا، انت لو حابب تقاتل هتقاتل بايه؟ بايدك ولا بالسلاح؟ الإجابة هتكون بالسلاح طبعا، لأنه أشيك وأحسن في الحركة. بس خليني أفكرك بحاجة، إن إيه الفرق بين إيدك والسلاح؟ السلاح هو أقوى من إيدك. لو أنا دلوقتي معايا عصاية وهضرب مصباح عموما، الفرق إن العصاية هتأذيه أكتر. كذلك لو معايا سكينة فالسكينة هتأذيه أكتر وأكتر. ولو معايا مسدس فالمسدس هيأذيه أكتر وأكتر وأكتر. السلاح اتصنع للقتل، فانت فانت عايز عايز تقتل تقتل مين؟ مين؟ يا دقائق ساعة بديل البداية. يا دقائق ساعة بديل إنها البداية. يا دقائق ساعة بديل. فالسؤال الصعب هنا، لو أنت بقى عايز تشتري سلاح أو تتعامل أو تقاتل بالسلاح، فأنت عايز السلاح ليه؟ هتقول لي مثلا عشان اقتل بيه الشرير او اقتل بيه الاشرار. مين اداك الحق ان انت تبقى بطل اصلا؟ مين اداك الحق ان انت تقتل الاشرار دول؟ تقول لي عشان اقتل بيه الاعداء. مفيش حد ليه اعداء. هتقول لي يا عم طب ما انتوا في فنون القتال بتتعلموا ازاي تقاتلوا بالعصايه والسكينه والسيف، بل هو حلو ليكم ووحش لينا. احنا في فنون القتال بنقعد سنين نقاتل بايدينا، وسنين نتعلم ازاي نتحكم في غضبنا، وسنين قبل ما نتعلم ازاي نتحكم في السلاح. ساعتها بقى احنا بنقول تمام احنا مش عايزين نقاتل بالسلاح. زي مثلا واحد تعبان عنده 18 19 سنه عايز يتجوز فبيقعد سنين قبل ما يكون نفسه. اول ما يوصل 30 سنه فهو خلاص انا قدرت اتحكم في شهواتي فانا قشطه. الموضوع شبه كده بالظبط. مش عايز ايدك تتعود على السلاح. انت كل ما اتعودت على السلاح كل ما بقى السلاح جزء منك. لما بتفقد السلاح بتحس ان في حاجه ناقصاك. عارف لما بتدوس ضوافرك تحس ان في حاجه ناقصه في ضوافرك كده، فهو كده بالظبط. السلاح هو بشيبك بينده عليك يقول لك انا موجود، انا قاعد هنا، استعملني، اتحداني. فلا ارادي بتمسك السلاح وتتعامل بيه. في لحظه او اقل من لحظه بتاذي غيرك، وممكن يكون اقرب الناس ليك. ساعتها بقى انت كانك ضربته بايدك، عشان ايدك او السلاح بيجي جزء من ايدك، السلاح بيجي جزء انا كل ما انا منك. بكلمك عن السلاح ببين لك ان السلاح ده هو سحر السلاح، ولكن معنى كده ان احنا نرمي كل الحمل على السلاح؟ ساعتها بقى انت بتقعد تحاول تلوم نفسك، ما كانش عندي اي اختيار. ما كانش عندي اي اختيار، ما كانش عندي اي حل، ما قدرتش امنع نفسي، حصل غصب عني. كل دي مبررات. ممكن تروح لشيوخ كمان وناس عشان تقول لك انت عندك حق، ما كانش عندك اختيار. هل ده هيخليك تقدر تتعامل مع الذنب اللي انت اقترفته؟ كوابيس هتفضل تطاردك وانت صاحي وانت نايم، عذاب رهيب هتفضل تحسه وتتألمه طول ما انت عايش. فاحذر ان انت تغلط غلطة مهمة زي كده. يا دقائق ساعة بديل إنها البداية. يا دقائق ساعة بديل
دقائق صعب طويل إنها البداية هي دقائق صعب طويل. بس كده كان معاكم مصطفى صاحب المغامرة. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب عشان ما يفوتكش كل جديد. 1 2 3 سلام.